سادتي أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المغرب النافع. البرنامج الذي يعنى بمناقشة القضايا الشائكة التي تصيب بلدنا أجمل بلد في العالم. الحلقة ديال اليوم غادي نتطرقوا لواحد الموضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع التعليم العالي بالمغرب. ولهذا السبب هذا استضفنا أحد الاختصاصيين بالميدان اللي ما لقاوش احسن منه، بروفيسور الخوخ. بروفيسور الخوخ، مرحبا بك. شكرا. بروفيسور الخوخ طبيب جراح مختص في جراحة المدارس العليا والمسالك العلمية والاقتصادية والأدبية، خريج كلية الطب من جامعة هارفارد الأمريكية. شنو يمكن لك تقول لنا على الحالة الصحية ديال المدارس العليا المغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخليك، بدا قبل ما نبداو عندي واحد الملاحظه صغيره على العنوان ديال البرنامج ديالك. المغرب النافع، واخ المغرب هذا نافع لمن اللي كنت اللي انا الطبقه الفقيره المجتمع؟ لا، المغرب نافع للموالاه اللي كيشدوا الفلوس، اللي كيربحوا الفلوس، اللي كيشفروا. هاد البلاد هادي ضربه على الفساد من الفوق حتى لتحت، كلشي كيشفر. الجماعات كيشفروا، البلديات كيشفروا، البرلمانيين كيشفروا، وزارات كيشفروا. يعني الا كان شي فساد في المغرب فانه يقتصر فقط على الفساد ديال المحاصيل الزراعيه اللي كيرجع هذا الشيء هذا الى انه استعمال مفرط للمبيدات الحشريه. وكنشكر الحكومه اللي كتقوم بمجهودات جباره في هذا المجال، خصوصا فاش نظمت صلاه الاستسقاء اللي عادت لينا بامطار الغيث الحمد لله. غترخص الخضره ونوض الربيع ان شاء الله، نخرج مع عائلاتنا نتسركلوا وداكشي. سولتيني قبيله على التعليم العالي في المغرب. مال اخويا التعليم العالي ما به والو، الحمد لله. التعليم العالي في المغرب على ما يرام احنا هما الاولين في العالم. انا اصلا مشيت كاع نقرا في هارفارد في امريكا غير حيت ما قبلونيش في لافاك دو ميديسين في مراكش. على قبل السميه ديالي قالوا لي كون كان الخوخ يداوي يكون داوى راسو، سير فحالك. وصافي ومشيت. واللي باغي نقول لكم انا هو ان بلادنا زينه. باخي انت راه كتبان لي كتجي داكشي ديال الفتنه وداكشي، عطيت تيسه على هادشي. بلادنا زينه والسلام عليكم. انا غادي في حالي انا كاع. السلام. سيداتي سادتي، الحلقة ديال اليوم مسالات بلادنا الحمد لله ما خاصها حتى خير، الحمد لله ونشكروه. طابت اوقاتكم والى اللقاء. قال لكم قايد داود قال لكم قايد داود قال لكم قايد حبس الفضاء، قال لكم قايد بركة الفضاء، قال لكم قايد داود قال لكم قايد داود قال لكم قايد حبس الفضاء، قال لكم قايد بركة الفضاء. سيداتي سادتي، دابا غادي نهضروا بالمعقول بيس. السي الخوخ الله يخليك، لما هضر لنا على المشاكل الصحيه ديال المدارس العليا المغربيه ولا ما تخرج على الموضوع راه ما كتجي راسطه. التعليم العالي كيتميز بشيوع الفساد، الشيء اللي كيؤدي الى انتشار عده امراض مختلفه بالمدارس العليا المغربيه. واش ديزامستي هاد الامراض هذه كتكون مختلفه الخطوره، متفاوته الخطوره، وحتى الاستجابه ديالها حتى من طرف المدارس كتكون مختلفه. بحال مؤخرا تمت اصابه لو ان سي جي ديال طنجه بواحد المرض متوسط الخطوره تسببت فيه بعض البكتيريات الاداريه. وكانت الاستجابه ديال المدرسه ديال لو ان سي جي جد مشرفه الحمد لله، استجابوا بطريقه مزيانه وتم معالجه الوضع في سلام. وكنبغي نوجه لهم تحيه نضاليه من هذا المنبر هذا. ولكن انا اليوم ماشي هادشي اللي جاي نهضر لكم. انا اليوم جاي نهضر لكم على حاله اخرى مستعصيه اللي هي حاله ديال المدرسه الحسنيه والاشغال العموميه. هذه المدرسه هذه اصيبت بواحد الالتهاب فيروسي خطير جدا، تم الكشف عنه فقط في السنه الماضيه، وهو فيروس يعرف باسم سمايل. واخا الاسم ديالو كيشير على الابتسامه، ولكن هو الى تصبتي به كيهجروا لك. و كنطلبوا من الدكتور المشرف على المدرسه بروفيسور الرباح باش يتدخل في اسرع وقت قبل ما يتفاقم الوضع، لان الان الفيروس
في لافاز انتريمير ديالو. الا فات حتى وصل لافاز بيرمانونت ديالو تقدر نوليو في عواقب جد وخيمه وما لا يحمد عقباه. واش يمكن لك تقول لنا شنو غادي يطرا لا قدر الله وصل هذا الفيروس هذا للفاز بيرمانونت؟ اكيد انا والفريق الطبي ديالي وجدنا لكم واحد الفيديو كتجسد هذا السيناريو هذا، نخليكم تشوفوا. السلام عليكم لاله. يكون حسنية travaux publics, 43 ans, rythme cardiaque 300 ouvriers par an, taux d'insertion dans le marché 20%, plusieurs cours non dispensés, qualité d'enseignement médiocre, QI moyen des cellules professeur 70, c'est pas bon هادشي عندك infection virale, virus سمعي phase permanente. ان شاء الله يكون خير، غادي نحاولوا نقدروا المسائل. سمير عفاك عطيني ايش تبي 15 ملغ. لا يكون كتخافوش من البراوات، هادشي تبارك الله عليكم مدرسه كبيره ومزيانه ومعروفه في المغرب كامل. ان شاء الله يجيكم كلشي بخير. انظروا كاين شي تحسن والو. واخا عطيني الديفيبريلاتور الله يخليك. جي لي ليماج دو ليكول 5 ميغا بيكسل الله يخليك. استعدوا 3 2 1. 8 ميغا بيكسل 3 2 1. والو 15 ميغا بيكسل الله يخليك. 3 2 1. 18 ميغا بيكسل 3 2 1. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيد عفاك تاريخ الوفاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كنبغي نوجه التعازي ديالي للأسرة ديال المدرسة الحسنية. مشى معك بس واخا كنظن الصراحة أنا الأسرة الحسنية ما بقاش عندها كاع فين تزيد هذا القلب هذا، عندهم ما يكفيهم. ماشي مشكل إلا ما عندهمش فين يديروا هذوك القوال، يمكن لهم يطلعوهم من ليساسفا يعودوا فيهم البيع. البروفيسور عندك واحد حس الدعابه شويه في شكل على اين واش يمكن لك تهضر لنا بالتفاصيل على هذا الفيروس هذا، كيفاش بدا هذا الشيء هذا كامل؟ اكيد غادي نبدا لكم التفسير من الاول باش تفهموا كل شيء. سيداتي سادتي، فقره العلم النافع مع الدكتور الخوخ. ساينس. يس ساينس. السلام عليكم. كيف ما كنعرفوا ان جميع المدارس العليا كتكون من ثلاثه انواع ديال الخلايا الطلابيه، الخلايا المدرسه، والخلايا الاداريه. المدرسه الحسنيه هي كتكون من هادشي هذا عادي، كانت غادي بخير بخير. كنعرفوا كذلك ان المدرسه الحسنيه كتجدد الخليه المديره ديالها اللي هي على راس الخلايا الاداريه
الخليه المديره ديالها كتجدد كل 5 سنوات. المشكل ديالنا بدا في 2010 حيث تم جلب خليه مديره من دوله فرنسا وبالضبط من سونترال مارسيل اللي هي الخليه البوكاميليه. فجات هاد الخليه هادي وقع لنا ان ريفو دو غريف ايغو بينها وبين الخلايا المدرسه اللي ما عجبهمش الحال، قالوا واه كيفاش دابا واحد يجي من فرنسا ويكتب مديرين لنا هادشي ماشي معقول، حنا خصنا نكونوا حنا نجاريو داكشي ديالنا بوحدنا. ما لقيناش هنايا كاين فرد واحد الخليه من الخلايا المدرسه سميتها سمايل اللي هي من اللي تطور الفيروس ديالنا، كتنفرد وكتاخذ الصبغه ديال اداره الدراسات، صبغه دي اس او. فاش كتاخذ هاد الصبغه هادي هنا كيبداو المشاكل الحقيقيه، حيث كيوقع اختلالات في عده مجالات المؤسسه، من اهم اختلال في الطريق، الشيء اللي غادي يؤدي الى رسوب خليتين طلابيتين وطرد خليه واحده. هنا هادشي هذا بطبيعه الحال غادي يولد لنا واحد ردة الفعل من طرف الخلايا الطلابيه الاخرى اللي غادي تخوض اضراب عنيف ضد هذه الخليه سمايل من اجل ما يبقاش عندها هاد الصبغه هادي ديال الدراسه. هنايا كيكون هذاك الاضراب فيه عده اشكال من الضرب، من اهمها اضراب على الطعام واضراب مفتوح، الشيء اللي كيخلي الدكتور المكلف بالمدرسه الحسنيه اللي هو بروفيسور باح غني عن التاريخ كيخليه انه يسحب الصبغه هادي من الخليه سمايل ديالنا، وبالتالي كيبقى بلاش. ولكن هنا الخلايا الطلابيه كانوا سوزيستيما واحد الخاصيه كاينه عند الخليه هادي ديال سمايل، الا وهي خاصيه الكراباس سوليد. هذاك الكراباس سوليد اللي هي كتكون من افرازات ديال الخلايا التعليميه الاخرى، افرازات نقابيه ديالهم، هنايا تكون بيناتهم. هنا خليه سمايل كتستعمل هذه الافرازات هادو وكتعاون مع الخلايا المدرسه الاخرى ضد التلاميذ، هنايا ضد الطلبه وضد الخليه البوكاميليه. وبعدين كانوا بواحد الصداع خيالي في المدرسه، يعني كيوقفوا لي كيوقفوا كل شيء، ما كيبقاوش يعطيو الشواهد الدراسيه، كل شيء وقف. بطبيعه الحال القوه ديال الخليه المدرسه هي قوه جباره جدا وعظيمه، الشيء اللي غادي يخلي البروفيسور رباح انه يحيد الخليه البوكاميليه، وهذا الشيء غادي يحقق انتصار ديال الخلايا المدرسه والتلاميذ. راه كيبقاو كيشوفوا كالعاده. هنايا كتبقى المدرسه بدون مدير بدون لا شيء. هنا غادي يتم تدخل ثاني ديال البروفيسور باع، غادي يجي واحد الخطا طبي فادح جدا، هو انه غادي يعطي لهذه الخليه هذه ديال سمايل غادي يعطيها الصبغه ديال ديريكسيون جينيرال بانديري. هنا كيكون ما عرفناش الصراحه واش هذا خطا طبي ولا طنز، الله اعلم. المهم هنا كيبدا المشكل ديالنا اللي كتشوفوا، والان كاينين شكوك وكاينين تخوفات ان هذا الشيء هذا يتطور ويولي ديريكسيون جينيرال بيرمانون. الى وصلنا لهذه الحاله هذه يمكن لنا نترحموا على المدرسه الحسنيه كيف ما شفتوا في الفيديو ديالكم، ونسال الله السلامه وهذا الشيء اللي كاين. شكرا بروفيسور الخوخ على هذه التوضيحات هذه كاملين اللي تقدمتي بها. شنو كتقترح دابا كوسيله للعلاج من هذا المرض هذا؟ بالنسبه لطرق العلاج كاينه طريقه واحده الا وهي التبرع بالدم. كندعي الطلبه ديال الحسنيه ولا لغيه ديالها باش يتبرعوا بالدم ديالهم من اجل مدرستهم، يعطيو الدم ديالهم من اجل مدرستهم باش يحدوا من هذا الفساد، من هذه الفيوضاليه هذه اللي كيستغلوها بعض الاطر تما باش يحققوا المصالح ديالهم الشخصيه. بالنسبه لهادوك اللي كيقولوا ليماج دو ليكول ما تهضرش، ولا ان ليماج دو ليكول غادي تخيار وما غاديش تلقى خدمه، هاد الناس هادو واش عندهم شي عقل ولا ما عندهمش؟ واش واحد طالب عامين ديال البريبا وداخل 3 سنين كيقرا باش في الاخر يخرج يولي على واحد الحاجه اللي ما كايناش ليماج دو ليكول باش يخدم بها؟
زعما نتوما راسكم خويت لهاد الدرجه، في الاخر كيجي كيسمي راسو إليت ديالاش ديال الكذوب ديال التصاور. كيجي واحد كيصور لك الريفيكتوار وكيقول لك سونتر دو ريشيرش قال لك باش كيدبي على البراني، وتجي نتا توري الناس شوفوا السونتر دو ريشيرش ديالنا، انت كتكذب على راسك وكتكذب على الاخرين. واش دابا واحد بحال هكا واش غادي ينفع هاد البلاد هادي؟ هذا هو اول واحد غادي يشفر البلاد، اول واحد غادي يبيع البلاد باش ياخذ هو مصلحته، لان كيفكر في راسو كيفكر يخدمو هو والاخرين هاني قال لك علاه يخدمو مكاينش مشكل. والصراحه انا اللي كنصدمني هذاك العام هما لي بروف، بعض لي بروف نوضو داروا اضراب ما تسوقوش، بويكوطو لي بي اف او، بويكوطو لي غاتخاباج، كاع هادشي على كل شي مشكل بيناتهم وبين المدير باش يحيد المدير. ما كيهمهم لا الدراري مصلحتهم لا حتى حاجه، ما كاينش مشكل. واللي صدمني عاوتاني اكثر هو السي وزير الرباح. داك العام درنا اضراب على مدير التقاصات وطلبنا منك باش تحيدو من البوست ديالو، حيدته عاد شويه كترجعو مدير بارونتيرين ديال كلشي، ويقدر كاع يولي مدير عام. الله يجيك السي رباح، واش شنو كتحاول دير؟ انا ما فهمتش بعدا، حتى حنا كاملين حتى واحد ما فهم. الا كان عندك شويه مختلفه شي حاجه تفضل في السبيل، لان راه ما فهمناش حنايا خويا هادشي اللي نقول لك. الله يخليك، لما اتقى الله في هاد الناس في هاد الطلبه في هاد المدرسه راك انت المسؤول الاول عليها. عاوتاني كنوجه رساله لي بروف اللي قراونا من نيتهم وداروا معنا جهدهم وتعذبوا معنا، الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه لي بروف الاخرين اللي تفلاو علينا وتفلاو على الوقت، كان الله يهديكم والله يخليكم. لما حاولوا تحلوا بالامانه في العمل ديالكم باش توليو تفورميو دي زانجينيور اللي فاش يشوفوا الناس صايبوا شي حاجه يدعيو معاهم يقول لهم الله يرحم اللي قراكم وزيدوا بهاد البلاد هادي لقدام. دابا المهم انا متاكد ان بعض من هاد لي بروف هادو اللي شافوا هاد الفيديو بيقولوا هاد البروش هذا تا هو كيجالس كيورينا اش نديرو، كيس كيعلمنا ولا شي حاجه. هاد العقليه هادي هي اللي خلاتنا نوروا بنادم جوج الانواع، كاين اللي كيكبر وكيتزاد تبارك الله في العقل وفي الرزانه وداكشي، وكاين اللي كيكبر مع العمر وهو غادي كيخماج بحال الاخو خنيت. هادشي اللي عطا الله. كنعاود ناكد على الطلبه ولا لي لوريا باش يجمعوا راسهم ويوقفوا رجال باش يحدوا هادشي هذا في المدرسه. راه بركه من هذاك الزمان ديال الخوف وهذاك الوقت ديال بلاتي وتفوتني انا وتجي فين بغات ويسلك ويجي، هذاك الشيء ما بقاش. دابا الواحد خصو ينوض يهضر على حقه وياخذ حقه، هادشي اللي كاين. وراكم الا ما بغيتوش تقاتلوا على الحسنيه حيت ما كيهمكمش دوك الناس اللي بيجيو موراكم ما كتعرفوهمش، ديروا في بالكم انه غادي يجي واحد النهار ربما غادي يجي ولدكم يقرا تما ولا خوكم الصغير وغادي يقول لكم علاش خليتو النيفو يطيح حتى لهاد الدرجه هادي، وديك الساعه شوفوا شنو غادي تقولوا له. شكرا سي خوخ على الحضور ديالك معنا والى اللقاء. بلغنا قبل قليل انه تقرر بيع جزء من المدرسه الحسنيه لفائده واحد المستثمرين خليجيين، وتم ربط الاتصال فورا بالرئيس ديال هاد المستثمرين هادو الشيخ نواف بن عبد الله آل دحرون. الو السلام عليكم. حياك الله اخوي حمزه. سمعنا مؤخرا انه هناك اصوات من المدرسه الحسنيه كيعترضوا على المشروع ديالكم اللي تقوموا به في المدرسه الحسنيه وكيتهموكم بنهب الاراضي ديالها والاستيلاء على مساحات شاسعه من المدرسه الحسنيه بتواطؤ مع المسؤولين. شنو كتقولوا نتوما في هذا الاتهام هذا، علما انكم زعما لا علاقه لكم بميدان البحث العلمي؟ اللي تكرر هذا الكلام وتقول هذه ناس تحسدكم على هذا المركز. يا اخي احنا ناس نسوي ابحاث في جميع دول العالم، يعني في لبنان، في اوكرانيا، في روسيا، بس هذه دول الحين فيها مشاكل، واحنا نحب نسوي علاقاتنا وابحاثنا في دول مستقرة، وانتم ما شاء الله عندكم استقرار.
الفكرة هذا أصلا. ويعني كانت عندنا يعني أبحاث تجريبية في المغرب، في مراكش، في أغادير، وكانت ما شاء الله يعني منتجة. فحابين نوسع رقعة الأبحاث حقنا في كازابلانكا. وبالعكس يعني هذول إخوانكم عرب زيكم ودوني يعني يمدوا يد المساعدة. والله مو فاهم هذا الاعتراض وهذا يعني والله يعني كلام قاسي، كلام مجحف والله. لا 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 حاشا، لا حاشا سي ضحران، حاشا. اذا يمكن لك تقول لنا علاش بالضبط تم اختيار ديالكم المدرسه الحسنيه؟ واش هذا اعتراف منكم انها من افضل المدارس بالمغرب؟ ويعني يمكن لك تعطينا معلومات اكثر على هذا المشروع هذا ديالكم. حقيقة أخي حمزة المدرسة الحسنية تتميز من المميزات الشيء الكثير، لكن لعل أهم هذه المميزات هو الموقع الاستراتيجي. من ناحية أنك ترى موي قريب يا أخي، واحد عاوز يروح مؤسسة أبحاث ولا يسوي مباحثات في أي مكان في كازابلانكا، شاطئ ولا عين الدياب ولا أي مكان ثاني، يروح بكل بساطة بكل سهولة. ثم الأهم، وهذا ما حفز صراحة اتخاذنا لهذا القرار في مجلس الإدارة، هو أن الحسنية تتواجد في منطقة جامعية. يا أخي عندك مؤسسات زي كلية اقتصاد، كلية علوم، إزيد، ريستي، حي جامعي. لا يخفى عليك أخي حمزة أهمية قرب هذه المؤسسات في نجاح الأبحاث. فرص النجاح سواء المباحثات أو التعارف بين الباحثين أو التلاقح بين الباحثين تكون أكبر. وإن شاء الله نتوقع أن العملية اللي تلي هذا تكون منتجة إن شاء الله. بعدين فيما يخص الشق الثاني من سؤالك حول الشراكة، طبعا تكون شراكة قوية جدا مع مركز الأبحاث حقكم ستاندرد ريسيرش. ستاندرد ريسيرش بكل صدق يحظى باحترام دولي كبير، خاصة بعد التجارب التي أجريت في مطبخ البوفيت. هذه تجارب لها قيمة علمية كبيرة. فالمركز إن شاء الله ستكون مجال اختصاصه في البيئة والبيولوجي حتى تكمل مجال اختصاص سنتر الريسيرش. من ناحية ثانية يتم تطعيم هذا المركز بخبرة أجنبية، وقع الاختيار على مدير مصري إن شاء الله. وطبعا تتابعون السبق العلمي هذه الأيام لمصر في هذا المجال، مجال البيئة، مجال الصحة، مجال البيولوجي بشكل عام. وهكذا يعني يكون تبادل خبرات وتبادل التكوين وتداريب على طول السنة. فالمدير المصري إن شاء الله يعطي صباح كفتة، وإن شاء الله تكون النتائج في قمة الإعجاز العلمي. شكرا. كان معنا الشيخ نواف بن عبد الله آل ضحران. سيداتي سادتي، كنوصلوا الآن للفقرة الأخيرة من البرنامج ديالنا، ألا وهي مسابقة المشاهدين. تابعوا معنا. Ladies and gentlemen, are you ready for the question of the episode? People are wondering if Smile is on the list that Rabah gave to Ben Kiran. Send your answer by text message to 148 323 If you think that he is on the list, send the word Azadin. If you think that he is not on the list, send the word as a doubt. Good luck. قبل ما نساليو كنبغي الطلبه ديال المدرسه الحسنيه اللي بعد مجهودات كبيره ومن خلال البويكوت ديال بيفيت استطاعوا انهم يبدلوا الجيرون ديالها، واخا انه كاينين بعض الاصوات كتقول انه ما تبدل والو، بقى داكشي هو هي الاداره اللي طلع عليهم وقالت لهم بدلوا.
المهم حضروا راسكم من هذا القلب هذا اللي طرا لكم ثاني حتى مع المدير الجديد يمشيو يجيبوا لكم هذا السيد هذا ويقول لكم راه مدير جديد الوغ كو هو نفس الشخص اللي كنعرفو كاملين. الى هنا كتسالي الحلقه ديال اليوم وكنشكركم على التتبع ديالكم والى اللقاء.